عايز تبان محترف قول الجمل دي في أي انترفيو. 10 جمل بالإنجليزي هتخليك تبان محترف في الانترفيو حتى لو أنت مش فلوينت. معظم الناس بتبقى فاكرة علشان تعدي في أي انترفيو لازم إن هو يبقى فلوينت وبيتكلم كويس جدا، مع إن في حاجات تانية ممكن تساعد، أو يعني حتة فلوينت دي مش أهم حاجة. الأهم في الانترفيو إنك أنت تبان واثق من نفسك، عارف بتقول إيه وبتستخدم جمل ذكية وعارف الجمل دي تستخدمها في أنهي توقيت بالظبط. والنهارده هقولك 10 جمل ممكن تستخدمهم بشكل ذكي وتوظفهم صح في أي انترفيو علشان تبان واثق من نفسك. قبل ما نبتدي ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات بتاعتي اول ما تنزل. وطبعا ما تنساش تشوف فيديو الاخطاء الشائعه اللي انت بتعملها في الانترفيو علشان الاخطاء دي ممكن تخسرك اي وظيفه. اهلا بيك عزيزي واتشر وعزتي واتشراي، انا فيروز الجندي مدربه لغه انجليزيه درست لاكثر من 90,000 طالب حوالين العالم، وانا هنا علشان اساعدك تتكلم انجليزي بطلاقه في اقل وقت وتكون واثق من نفسك اكتر في الانترفيو بالانجليزي. اول جمله هنستخدمها لما تيجي يتقالك سؤال وتحس نفسك ان انت مش جاهز للرد على الاجابه. ممكن تقول جمله زي That's a great question. Let me take a second to think about it. الجمله دي معناها ده سؤال حلو قوي، يعني محتاج ثانية كده أفكر فيه، وأنت هنا بتدي وقت لمخك إنك تفكر وتجمع أفكارك وترد على السؤال الموجه ليك. تاني جملة معانا هي I'm currently working on improving my skills in، وده معناه إن أنا بطور الفترة دي مهاراتي في، وتقول الحاجة وهنا تكمل مهاراتك بقى، يعني قول اللي أنت عايز تقوله، ودي هتبقى إجابة مثالية لو أنت اتسألت عن نقاط الضعف في شخصيتك، لأن أنت بتبين لهم إنك إنسان متطور وما بتسيبش نفسك لحاجة مش كويسة، تشتغل عليها وبتطور منها علشان توصل مستوى أحسن. وطبعا ما تقولش هنا بقى I'm perfectionist والحاجات دي، عشان أنا وأنت وناهد وماما وبابا عارفين إن كل الكلام ده مش صحيح. تالت جملة معانا هي In my previous experience I learned how to. في خبرتي السابقة أنا اتعلمت كذا، ودي جملة ذكية لما تحب إنك تدخل أي قصة مريت بيها قبل كده في إجابتك. خد بالك هم هنا بيركزوا على طريقة حلك للمشكلات أو إزاي كنت بتتعامل في مواقف قبل كده علشان يفهموا شخصيتك أكتر وبالتالي يقدروا يقيموها بشكل صحيح. رابع جملة ممكن تقول One of my strengths that I'm very detail oriented. واحدة من نقاط القوة هي إن أنا شخص بحب جدا أركز مع التفاصيل. الجملة دي تقدر تستخدمها لو اتسألت عن نقاط قوتك، وطبعا هتبقى حاجة كويسة جدا لو عطيت مثال بعد ما قلت جملة زي دي. خامس جملة I'm always open to learn new things. أنا بحب جدا دايما إن أنا أتعلم حاجات جديدة. خد بالك دي نقطة ضعف الشركات دلوقتي وبيحبوا قوي يسمعوا الجملة دي، بتبين قد ايه انت شخص مرن وبتحب انك تتطور. الشركات دلوقتي ممكن تاخد ناس ما عندهاش المهارات الكامله قصاد ان هم بيبانوا مفرقين وبيحبوا يتطوروا، عارفين ان هم هيحققوا معاهم حاجه قدام. سادس جمله could you please clarify what you mean by that. ممكن توضح لي قصدك ايه بده؟ الجمله دي تستخدمها لما السؤال يبقى بالنسبه لك مش واضح، بدل ما نقول sorry I don't understand وتبان مبتدئ قوي، فليه ما نبانش جامدين وواثقين. سابع جملة هي جملة هتبين بيها حماسك بس بشكل معتدل شوية. I'd love to be part of a team that values. أحب جدا أبقى جزء من الفريق اللي بيقدر وتقول الحاجة اللي أنت هتقولها. هنا أنت مبين إن أنت متحمس جدا للشغل بس في نفس الوقت بشكل معتدل. تامن جملة I believe my background fits this role because، يعني أنا شايف إن أنا خبرتي مناسبة جدا للوظيفة المطلوبة علشان، وتقول الأسباب، وانت هنا بتربط ما بين خبرتك والوظيفه. وبالمناسبه ده اللي انت دايما لازم تعمله في اجاباتك، ما تنساش ان انا قلت لك انك تشوف الجوب ديسكريبشن المطلوب الاول وتفت نفسك على الوظيفه، تفت اجاباتك على اللي مطلوب. تسع جمله بتقول لك if I don't know something I make sure to learn it quickly، بمعنى ان انا لو مش عارف حاجه لازم ان انا اتعلمها بشكل سريع، وبتديه احساس ان انت مش هتقف قدام اي حاجه problem solver يعني. اخر جمله بتقول would you like me to expand on that، تحب اوضح لك اكتر، تحب اقول لك تفاصيل اكتر. جمله زي دي بتبين اللي قدامك قد ايه انت واثق في نفسك وواثق في اللي انت بتقوله، ولو هو في سوء تفاهم من ناحيته فانت مستعد جدا للتوضيح. متنساش لو استفدت من الفيديو تدوس لايك، ومتنساش تتابع الفيديوهات اللي جايه اللي هتساعدك ان انت تتطور في الانجليزي وممكن تكون بتعدي اي انترفيو، لان انا بعتمد هنا على طريقه التشانكس، الجمل الكامله مش بديلك كلمات وخلاص. ولو عايز شيت فيه 5 اجابات مهمين جدا يساعدوك تعدي اي انترفيو اكتب لي كلمه شيت في الكومنتس. ولو عايز تبقى جاهز لاي انترفيو ويبقى معاك مجموعه من الاجابات واكتر من سياق واهم الاخطاء اللي انا بقول لك انك تبعد عنها، وكمان ماي ريكومنديشنز علشان تتقبل بسهوله، الكتاب ده هيبقى مفيد جدا بالنسبه لك. كتاب انترفيو متراجع من اكبر 3 HR في مصر. انا هنا في الكتاب مش بس بدربك تقول ايه، ده انا كمان بسمعك الاجابات بالامريكان اكسنت.
لو محتاجة الكتاب اسأل عليه في الكومنتس، وما تنساش تدعيلي لما تتقابل في الانترفيو.